السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد ميلاد يونس أخروه بسبب تعب الحاج جابر. هنشوف النهاردة في الفيديو الحاج جابر الله يشفيه ويجبر كسره وكل مريض يا رب. يا ترى الحاج جابر هيسافر تركيا علشان يحضر عيد ميلاد يونس وهياخد معاه أم محمود عند حمدي، ولا يا ترى حمدي هو اللي هينزل ومع الأولاد يزوروا الحاج جابر اللي تعبان وفي الجبس؟ طب هو لو هو يعني في الجبس هيقدر يسافر؟ هيحضر عيد الميلاد ولا ايه؟ ولا يمكن سبب سفره لتركيا عشان هيكمل علاجه هناك؟ هنحكي كل حاجة دلوقتي بالتفاصيل، بس قبل ما نبتدي الفيديو من فضلكم اخواتي حبايبي متابعين قناتي اللي دايما بيتابعوني واقفين جنبي، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناة اشتراككم هيكون شرف ليا في قناتي المتواضعة. حمدي كان منزل ستوري يقول فحذروا ده ايه. الناس طبعا خمنت ان ده عيد ميلاد يونس ابن حمدي. طب اللي فهمناه ده هو اللي فهمناه طبعا. الحاج جابر بقى ربنا يشفيه يا رب هيقعد شهرين في الجبس. كان الله في عونه ويشفي، والحمد لله ان الجبس دلوقتي واحنا الجو كويس، ويشفي كل مريض يا رب. طب ازاي الحاج جابر هيسافر تركيا وهو متجبس ولازم يكون نايم ورجله رافعها لفوق علشان خاطر ما تورمش، والدم لو هو رجله لتحت الدم هيتجمع فيها وتورم؟ طبعا ده صعب جدا على الحاج جابر، كان الله في عونه كل يا رب مريض. صعب طبعا يسافر لابنه حمدي، ابنه كمان صعب ان هو ينزل بسبب القضايا اللي عليه. الحاج جابر مش بيضحك عليه ولا عامل نفسه مريض زي ما الناس بيقول، ولا يحيى مأجر المستشفى علشان يعمل فيديو يجيب مشاهدات ويلم فلوس. دوت كلام غير صحيح، حرام الإشاعات اللي بتطلع دي. الفيديوهات اللي جاية عند أخو حمدي الوقت هيفرش الفيلا وهيظبطها. وحمدي بقى هقول لكم ليه خرج من مصر وفين المشروع وليه مكملش. المطعم طبعا اللي بقى ذكرى علشان هم عايزين يمشوا جنب الحيط، مش عايزين مشاكل عشان يبعدوا بقى عن المشاكل والضغوطات ويعوضوا كمان اللي خسروا، لانهم خسروا كتير قوي. وناخد بالنا من ولادنا في الدراسة ده حمدي بيقول، وعايزين طبعا نحسن العيشة بتاعتنا مع أولادنا. فقلنا نروح الإمارات، ورحنا بالفعل الإمارات. عند كلام عن حسن، ومدارس الإمارات هي مدارس جميلة وبلد تقدر تستثمر فيها. يعني بيشكر في الإمارات حمدي بيقول نقدر نستثمر في الإمارات وبلد جميلة، يعني لو عايز يفتح مطعم يفتح أي حاجة هيبقى الموضوع بالنسبة له سهل وبسيط، مفيش أي مشاكل خالص زي اللي حصل. وهيرحبوا بيكم وفيها الأمان. بس فكرة مطعم تاني ان هو حمدي بيقول لا يمكن اعمل تاني الموضوع ده، المطعم ده انا لغيت الفكرة ديت وعمري ما هتحصل تاني نهائي. انا اتعقدت مش عشان فشل ولا حاجة، لأ، علشان سوء اختيار المكان ونفسنا تسدد خلاص من اللي حصل لنا. حسن عرض على وفاء ان هم يتفسحوا، يا تختاري مكان ايه؟ قالت له نختار تركيا. راحوا تركيا لقوا فيها مسلمين كتير ومؤدبين جدا وعائلات مسالمة، بيقولوا عجبنا البلد قوي ونمط الحياة فيها العائلي جميل جدا، وعجبنا التعليم، وطلع التعليم كمان أرخص، هو نفس المستوى ونفس الجودة. بس الإمارات احنا حبينا تركيا أكتر. قلت لوفاء ايه رأيك يا وفاء لما نرجع هنا نجيب حاجتنا ونقعد هنا في تركيا ونعيش حياتنا هنا؟ قالت طيب ورحبت. قمنا رايحين جايبين شركة شحن لأن احنا بنحب العزال بتاعنا وحاجاتنا القديمة بنعتز بيها مش بنخسرها أبدا، لأن احنا بالعشرة. وربنا يشفيك يا حاج جابر يا رب. فجابوا شركة الشحن وخدوا الموبايلات كلها، الموبيليا قصدي كلها خدوها وشحنوا الحاجة على تركيا، وهم دلوقتي مبسوطين ومرتاحين في تركيا. وربنا يبسطنا ويبسطهم ويفرح الجميع يا رب. واللي نفسه في مشروع ربنا يكمله له على خير وما يحصلش معاه اللي حصل مع حمدي. ربنا يبارك في الجميع، اللهم امين.